كما كتلاحظوا مشاهدي جريدة الصباح 24، هنا كنتواجدوا بمنطقة لاله مريم مرموك، دخل في دار وبالضبط بلوك 61. لحسن الحظ لم تكن خسائر في الأرواح وإنما خسائر مادية. كما كتلاحظوا حضور السلطة المحلية، حضور قائد لاله مريم، باشا لاله مريم، كلهم حاضرين هنايا. كما عودنا وقلنا، كما سبق لنا وقلنا بأن لا خسائر في الأرواح إنما خسائر مادية. اللي بغينا نفهمو هو هاد الرموك واش مسموح ليه يمر من أزقة حي لاله مريم. قبل كنسمعو بأن الرميك ما خاصهمش يبقاو يدوزو من الشوارع الكبار والرئيسية ديال الحي ديال مدينة الدار البيضاء. اليوم كنتفاجئوا رموك داخل وسط حي لاله مريم، وكما كتشوفوا الأزقة ديال حي لاله مريم كيفاش دايرة. إلا داز الطونوبيل مع طونوبيل ما كيدوزوش مرتاحين، فما بالك رموك. كما كتلاحظوا كتلاحظوا الناس اللي كيسكنوا في هذا المنزل هذا، الناس كيسكنوا في هذا المنزل هذا من بين السكان المتضررين هنا. إلى هنا استودعكم الله وإلى الملتقى.